يا صباح الخير على كل اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني وما يعرفنيش. انا لونا، تابعوني على قناتي واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل فيديو جديد. الفيديو النهاردة بقى معمول يا جماعة للناس اللي لسه مبتدئة كده وداخلة المطبخ جديد. هنعمل مع بعض النهاردة مكرونة بالصلصة الحمراء. طعمها مميز جدا، ولو حتى انتي بتعملي المكرونة عادي جربيها كده على طريقة لونا وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. يلا بينا. اول حاجه هنجيب كده حله، هنملاها ميه وهنحطها على النار. هنحط عليها شويه ملح وشويه زيت ونسيبهم يغلوا. واول ما بيغلوا ببتدي بقى اجيب المكرونه بتاعتي وانزل بقى فيها كده بالميه المغليه. وسلق المكرونه يا بنات بياخد بالظبط 10 دقايق عشان ما تعجنش معاكي. بلاش تكتري عن 10 دقايق، هي 10 دقايق بالظبط بتستوي. ما بتبقاش بقى معجنه لانك لسه بتحطيها في الصلصه. فعشان يبقى السوا بتاعها مظبوط وهي كده استوت. بص شكلها. بنحضر بقى كده مصفى، بننزل بقى بالمكرونه كده في المصفى وبنشطفها بشويه ميه ونسيبها تتصفى. وهنا بجيب عندي 4 فصوص توم، بضيف عليهم مكعب مرقه دجاج، رشه فلفل اسود، شويه ملح طبعا على حسب زي ما انت عايزه، معلقه كزبره ناشفه صغيره، ومعلقه كمون، ومعلقه بابريكا حمراء. ومعايا هنا الفلفل. معايا فلفلايه خضراء بفرمها كده مع الثوم. لو مش حابه ممكن دي تحطيها مع الطماطم في الخلاط ومش هتبان خالص، فده زي ما تحبي، بس الفلفلايه دي مهمه جدا، مكون اساسي. بجيب بقى في نفس الحله اللي سلقت فيها المكرونه، بنزل بقى بشويه زيت وبصلايه متوسطه بشرتها بشر ناعم. وده الثوم بتاعي المفروم مع الفلفل زي ما قلت لكم. وزي ما انتوا عايزين ممكن تفرموه في الخلاط مع الطماطم لو مش حابين الفلفل يبان في المكرونة. فايا كان هو بيدي نفس الطعم. انا هنا بنزل بقى بالصلصة بتاعتي. الصلصة دي انا مفرزاها. طبعا لو مش مفرزة صلصة زي ما قلتلك ممكن هتعمليها في الخلاط وتضيفي عليها قرن الفلفل ده وتنزلي بقى بيها على الثوم بالبصل. بس طبعا هنا اسهل بكتير انك تبقي مفرزة الصلصة عندك. واول كده خلاص ما بتسبك تنزلي بقى بالمكرونة بعد ما اتصفت معاكي من المية تماما وتبتدي تقلبيها بالشكل ده عشان الصلصة كلها تبقى تختلط كده بالمكرونة ويبقى لونها كده جميل. معلقة البابريكا بتدي لون حلو جدا للصلصة. عايزة اقول لكم طريقة سهلة جدا ولذيذة. اخر بقى مكون معايا هنا بيظبط الطعم جدا، جربوه بجد مش هتندموا. معلقة كبيرة من الزعتر بيدي نكهة وطعم للمكرونة يجنن، هو والفلفل. وبس كده وبألف هنا.